السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات ملاح وحلو كيف ما العاده، كيجيو لذاذين وفي نفس الوقت ساهلين. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. دابا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحضر معكم بيتزا اللي كتجي لذيذه بزاف والمقادير ديالها بسيطه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نشارك معكم دابا، كميه كبيره تقدروا تستعملوا غير نصف ديال الكميه الا كنتو بكم غير شويه. غادي نستعمل 4 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الماء دافئ، ملعقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، ملعقتين كبيرتين ديال سكر خاشن، 3 ملاعق كبيره ديال الحليب بودره، جوج ديال الكؤوس ديال العنبه من الدقيق الابيض. غادي نخلط جميع المكونات بالخلط اليدوي وغادي نغطيها، غادي نخليها ترتاح تقريبا مدة 10 دقائق. من بعد ما كترتاح تقريبا 10 دقائق كنضيف لها 3 كؤوس ديال العنبة ديال الدقيق الفينو، غادي نضيف 6 كؤوس ديال الدقيق الابيض العبار بكأس العنبة. كيف ما قلت لكم انا غادي نستعمل كمية كبيرة، تقدروا تستعملوا غير نصف الكمية. غادي نضيف كأس ونصف ديال العنبة ديال زيت الزيتون، غادي نعمل قبصة ملح، غادي نضيف تقريبا ملعقة كبيرة ديال الزعتر. غادي نخلط جميع المكونات. انا غادي نخلط العجين ديالي في عجانات، تقدروا تدركوه غير بيداكم. خصو يتدلك مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. غادي ندهن سطح العمل بالزيت، غادي نعمل العجين ديالي وغادي نعمل واحد الشيشه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا معايا. غير غادي نجمعو بيدي هكذا وغادي نعملو في الاناء اللي كان فيه، غادي نخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. صافي دابا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يخمر لي مزيان. دابا غادي نحضروا الحشوه ديال البيتزا. اول حاجه غادي نحضر معكم لاصوص. هنايا عندي واحد الكميه طماطم محكوكه، غادي نضيف الملح، فلفل اسود، ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الزعتر، بودره ديال الثوم اللي تقدروا تعوضوها بالفص ديال الثوم، ملعقه صغيره ديال مركز الطماطم، وغادي نضيف القليل من زيت الزيتون. غادي نخلط وغادي نضيف واحد الكميه ديال السوليس. هذه اختياريه، تقدروا تضيفوها الا ما كانتش عندكم توفه تقدروا ما تضيفوهاش. صافي غادي نعمل طيب فوق بوطه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خمر لي العجين غادي ندهن سطح العمل بالزيت وغادي نقسم العجين ديالي الى كويات. انا غادي نقسمو على حسب الكويات تكون شويه كبيره. صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما كنكمل كنحتفظ بهم جانبا، كنغطيهم وكنبدا نطلق وحده بوحده. بالنسبه لهاد العجينه تقدروا ما تستعملوش المطلق، تستعملوا غير يداكم كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. غادي نعملها فوق الزبده اللي غادي ندخلها للفرن وغادي نطلقها غير بيدي بهذا الشكل هذا. كتجيني سهله بزاف، احسن من مطلق. غادي نعمل ثقب بمتشي كيف ما كتشوفوا معايا باش ما كتنفخش. دابا غادي نعمل لاصوص. هنايا لاصوص كتبقى سخونه ماشي مشكل. غادي نعمل واحد الكميه ديال لاصوص. بالنسبه للاصوص كيجي المذاق ديالها هائل، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هنايا شحه بصله مع شويه د الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، عندي الجزر مع القرع اللي شحاتهم مع شويه د مليحه، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال التحميره او فلفل احمر. غادي نعمل جداد. بالنسبه للجداد حتى هو شحاتو بوحديتو مع ملاح وشويه ديال اليبزار او الفلفل الاسود. بالنسبه للحشو مبغيتش نطيبها معكم حيت سهله، يعني اي واحد كيعرف يطيبها. غادي نضيف الفلفل الاحمر اللي شحاتو حتى هو مع الملحه واليبزار. هنايا عندي الثوم اللي كيبقى اختياري. بالنسبه للحشو كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد وعلى حسب كل واحد شنو عنده متوفر في الدار. غادي نضيف زيتون مقطع، واخر حاجه غادي نضيف جبن مبشور. انا استعملت موتزاريلا وجبن احمر. هنا غادي نعمل واحد الشيشه ديال الزعتر والقليل من زيت الزيتون غير من الفوق شويه. صافي غادي ندخلها الفران. كما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلت الفران وخرجتها كيكون هذا هو الشكل ديالها.
كتجي غزاله والمذاق ديالها كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نحضر معكم البسبوسه بالشوكولات. انا اعتبرتها كتحليه، كتجي غزاله مور الفطور او في السحور، كتبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. اول حاجه غادي نعمل 3 ديال البيضات. بالنسبه لهاد البسبوسه تقدروا تخلطوها في الخلاط الكهربائي، انا غادي نخلطها في الهشوار. غادي نعمل قبصه ملح، 1 كيس ديال فاني، غادي نضيف كأس ديال العنبه ديال السكر خاشن، غادي نضيف كأس ديال العنبه ديال الحليب، بالنسبه للحليب يكون بارد. نفس الكأس غادي نضيف ديال الزيت النباتيه، و3 ديال الساشيات ديال الكاكاو، بالنسبه للكاكاو يكون مر. غادي نضيف 2 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال السميده، بالنسبه للسميده تكون رقيقه طبعا. غادي نضيف 2 ديال الخمارات من فئه 8 غرام. من بعد غادي نغطي كلشي وغادي نطحنو حتى كيتطحن لي مزيان بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا كيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالي. غادي ندهن في المول اللي غادي ندخلو الفران، غادي ندهنو بالزبده وغادي نرش شويه ديال السميده. من بعد غادي نفرغ الخليط ديالي وغادي ندخلو الفران على درجه حراره 180. انا غادي نشعلو غير من تحت حتى يتنفخ معايا ويقرب يطيب، عاد كنشعلو من الفوقي. صافي دابا غادي نخلي البسبوسه ديالي طيب وغادي نحضر معكم لاصوص. بالنسبه للاصوص كتجي غزاله بزاف وهي اللي كتزين هاد البسبوسه. غادي نعمل نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال الكاكاو مر، ونصف كاس ديال السكر خاشن. غادي نخلط كلشي في الخلاط الكهربائي وكيكون هذا هو الشكل ديال لاصوص اللي حضرت معكم. كيجي القوام ديالها ثقيل بهذا الشكل. دابا غادي نخرج البسبوسه من الفران. بالنسبه لهاد العمليه ديال السكين كنعملها باش ملي نسقيها يدخل فيها السقا كامل. غادي نسقيها بكاس ديال الحليب، بالنسبه للحليب من الاحسن تدفيوه واحد شويه. غادي نسقيوها مزيان. من بعد ما كنسقيوها دغيا كتشرب ديك الحليب، غادي نعملو مباشره لاصوص اللي حضرت معكم. من بعد ما كنعمل لاصوص كنقطع بهذا الشكل هذا وكنزوقها. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه بالشوكولات اللي حضرت معكم بهاد لاصوص اللي كتجي خطيره والمذاق ديالها هائل. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعليقات. وهنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى ان شاء الله يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. السلام عليكم.